الجمهورية تدخلت شخصيا، ووزير الطيران ووزير البحث العلمي ورئيس الوزراء وافقوا على سفر دكتور رامي، ولكن لم يسافر دكتور رامي الا بعدها لما ربنا أراد. وبعد ما طلع في التلفزيون على فكرة، طلع من التلفزيون عشان ياخد اذن السفر، وبرده السفر اتأجل. اوكي، هي قصه جميله. انا لسه كنت عشان بس الناس تبقى عارفه، انا كنت لسه بحكي لحضرتك بره، بس هقول لك برضو اللي حصل بالتفصيل يمكن اكتر شويه. بدايه انا كطبيب مصري او كطالب في كليه او اي طالب حتى اللي في الطب ولا في الاعلام، كتير قوي يبقى هدفهم انه يسافر. وانا كنت دايما اقول لنفسي زمان كده ان شاء الله يا رب بس اسافر، اركب اي طياره ان شاء الله اروح اسكندريه بس اسافر، وحاسس كده ان اللي هيطلع بره مصر هيحقق حاجات ما كانش ممكن يحققها في حياته، وان العلم هناك مختلف، وان الطب مختلف، وان الحضاره اكتر. بس وكان ده في بالي، ودايما كنت بحاول ان انا اقدم في كذا جامعه واقدم مش عارف ايه. وبما ان حضرتك بداتي بقصه اوكسفورد، فالجامعه دي انا كنت مقدم على النت، كنت بفكر في بحث عن الخلايا الجذعيه في امراض القلب، فقدمت في الجامعه ولقيت بقى جامعه اوكسفورد دي منها مشهوره، ناس كتير قوي مقدمين على ابحاث، وهم بياخدوا واحد كل سنه، والناس اللي مقدمه من دول العالم، مصر وامريكا ودول تانية كتير، وهم المفروض ياخدوا واحد. قلت لا يا عم، ده قمت عشان ياخدوك عايز 18 سنه تقديم بس. والمهم كتبت الفكره، ورئيس القسم هناك قبل الفكره وقال لي الدنيا ماشيه كويس. وكانت المشكله ان انا اخد اجازه من هنا عشان كنت لسه طالب، عشان اروح هناك الفتره دي بس. وكان بقى فيها صعوبه، وزي ما قلت لك اول حاجه عملتها رحت رايح للوزير، كان ساعتها الدكتور هاني هلال في وزاره التعليم العالي، وبعد كده قابلت كذا وزير، وبعد كده الموضوع طلع في التلفزيون وتعرف كذا واحد ان انا المفروض اسافر. ولكن ربنا ما ارادش، لان ربنا كان عاوز يقول لي في الوقت ده ان لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء مش هينفعوك الا باللي انا عاوزه. وعشان ما اجيش في يوم من الايام اما حد يسالني يقول لي هو انت لما سافرت كان ما شاء الله مين سبب نجاحك، اقول له والله يرجع الفضل الى فلان الفلاني، ده هو السبب، ده لولا كانت الدنيا. لا، ربنا عايزني اقول لي يرجع الفضل الى الله بس، ونعم بالله. بس برضه دكتور انت عايز تقولي ان انت خدت بالاسباب؟ يعني اخدت بالاسباب طبعا، يعني قدمت في المسابقه فيها 19000 متسابق، وقدمت بحث جدير بالثقه ووافق عليه لجنه من كبار اطباء اوكسفورد، يعني مش هين يعني، وتوفيق من الله برضه يعني. بس والله لا، بس والله وافق، وكان ما كنتش واخد اجازه، يعني ما ينفعش تسافر، وخدت ورئاسه الجمهوريه خدت لك القرار ده يعني. وقتها كانت حاجه من عندك، ورحت للوزير، يعني في مجهود كبير يعني. بس عارفه في الاخر بعد ما عدى كذا شهر ولقيت الدنيا باظت ومش عايزه تمشي، وزي ما قلت لك اكلم كذا وزير وبتاع، والدنيا ما كانتش عايزه تمشي، في الاخر قلت لا، يبقى اكيد ربنا مش عاوزني الجا لكده. انا رحت بقى زي ما قلت لك بره، قعدت صليت ركعتين وكان في رمضان، ودعيت ربنا قلت له يا رب يسرها لي ان شاء الله. حتى يعني انا زي ما قلت لك كان المفروض انا اروح الجامعه امتحن هناك الاول ويمكن ما يقبلونيش وارجع، فقلت يعني يا رب ما ينفعش الجامعه هي اللي تجيلي دعوه كده بس. وقد كان سبحان الله، والدي تاني يوم بيشتري جورنال الاهرام على غير عادتي، فبيفتح كده، انا بفتح صفحه اجتماعيات، كان المفروض ان انا رئيس القسم اللي هناك اسمه دكتور ديفيد تاجرت هو اللي موافق لي على البحث، فلقيت مكتوب يزور مصر غدا الدكتور ديفيد تاجرت من جامعه اوكسفورد لاجراء مش عارف، ورحت رايح ورحنا مع بعض. الاقدار بتلعب لصالحك يعني، لدرجه ان والدك يشتري الاهرام هو ما بيقراهاش اساسا في اليوم اللي الدكتور تاجرت موجود فيه الاقدار بتلعب لصالحك بشكل جيد. مجدي يعقوب كان قدرا معدي جنب اعلان في مؤتمر، رحت المؤتمر لقيت دكتور مجدي، قابلته، طب ينفع احضر معاك عمليه؟ قال لي طب تعالى، والدنيا مشيت. انا عايزه اتكلم برضو دكتور رامي على ان البحث في العلم، يعني عاده السفر احد وسائل الحصول على العلم، ولكن دكتور رامي كان عنده مشكله دايما في انه القرارات الرسميه في انه يسافر عشان يحصل على هذا العلم. دي مشكله في السفر احنا بنناقشها النهارده في زي القمر. معانا استاذه الفنانه التشكيليه منيره اسماعيل، القدر برضو لعب لعبته انها اتولدت بره مصر اصلا. أيوة في البدايه في البدايه خالص. ازاي ان الولاده دي بره مصر اثرت على حياتك بعد كده؟ اثرت على حياتي ان انا عندي استعداد ان انا ممكن اسافر في اي بلد واتاقلم عليها فيها هناك، وما يبقاش عندي احساس ان انا لا مش عايزه اخرج بره مصر، فلا بالعكس انا عايزه اخرج واشوف البلاد الثانيه. السفر 7 فوائد. فوائد السفر بقى التاقلم، سرعه التاقلم يعني. وبعدين بس هي انا اتولدت في السعوديه ورجعت بس في مرحله ابتدائيه، جيت هنا في مصر وانا اخذت كليه فنون تطبيقيه، وبعدين سافرت بقى بعد التخرج بقى في بلاد كتيره بقى متعدده، بلاد عربيه متعدده يعني.
وكانت في كل بلد مختلفة فيها يعني. طبيعة كل بلد وطبيعة الشخصية اللي بتاعت السكان هناك مختلفة عن كل واحدة فيها، مختلفة عن التانية. نصيب برضو بالزواج وعمل الزوج تم التنقل بين الدول المختلفة كده. يعني مش السفر ده نصيب برضو زي ما بيقولوا. بالظبط كده. دكتور رامي قلت لي ان الحلم السفر وانت كنت صغير عايز تركب طيارة، اي طيارة ان شاء الله يعني فكرة الطيارة نفسها والانتقال. حلم السفر بتفكر فيه ازاي دلوقتي؟ لا انا فكرت فيه بقى بمنظور ابعد. فكرت فيه ان الواحد في النهاية عايز يفكر مش انه هيسافر بكرة. انت على فكرة لو جربت انك تسافري تاني يوم بكرة ده هيبقى اليوم اللي في دماغك بعد بكرة ارجع مصر ازاي. اوكي، وده اي حد كده بالظبط كده. وكثيرا من الشباب اللي يمكن شايفاني دلوقتي هتقول لك يا عم اسكت انت بس ده بس ده مصر دي حد طايل يا عم سافر بس ما تهاجر يا دكتور. يعني معاك زماله في اوكسفورد واشتغلت ومعاك تاكسي في تاهلك انك تهاجر. بصي اقول لك بقى على حاجه، لو انا جيت فكرت في حياتي بعد ما احسبها كده هلاقي ان انا ليا هدف نهائي في الحياه ولازم الهدف ده اكون عارفه. انا هدفي في الحياه ان انا اعمل حاجه في النهايه ترضي ربنا، وان انا لما اقابل ربنا يوم القيامه ابقى يعني ربنا مبسوط بيا ان انا عملت حاجه كويسه، انفع الناس، اعلم العلم للناس تانيين، اشوف العلم اللي اتعلمته بره واطبقه على العيانين هنا بما يستحق ان يطبق بالطريقه الصحيحه، اعالج العيان اللي هنا زي ما بيتعالج العيان بره. اشمعنى بره بنقول له اتفضل يا فندم اقعد تشتكي من ايه واقعد احكي معاه ساعه، وهنا اكروته في العياده في 5 دقايق ويلا يا ابني من هنا انت فاكرها لوكاندا مفيش مكان مفيش سراير في المستشفى عايز ايه ما تخنقناش. اتعامل ويبقى قد ابوك وبتزعله بالطريقه دي. وبره يبقى نجار وانت دكتور وبتقول له اللي انت عايزه، لو عايزني اسرح شعرك شوف اللي انت عايزه واعمله لك، وهو تعبان ولكن بس لمجرد ان هو بني ادم بتحترمه. دي حاجه كويسه اتعلمتها هناك. طب ليه افضل اتعامل مع ناس هناك؟ يعني الراجل هنا لما بتقول له اعمل لك عمليه القلب هتعمل ايه بعدها يا حاج؟ يقول لك يا سلام يا ابني هدعي لك واطلع اعمل العمره. هناك لو قلت له عينيك بقى لما تشوف هتعمل ايه؟ يقول لك اطلع بقى على البحر بقى شوف لي يومين بقى عايز اخلص بقى. طب هو انت كده رضيت ربنا؟ يعني حتى لو جيتي فكرتي فيها ربنا قال كده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مش معنى انك تعبدي ربنا انك كمان تعمري في الارض وتعملي حاجه تفيد الناس. يمكن شاب دلوقتي يشوفني كان نفسه يسافر مثلا ويقول لك لا والله ده انا عندي فرصه ان انا في بلدي مش لازم انفع مليون واحد بس انفع الراجل اللي جنبي ده، وفي الاخر يمكن هو ده اللي ينفعني دنيا واخره. ان انا اربي ولد صالح هو اللي يبقى كويس، اللي انا مش هقدر اربيه بره. تعالي شوف اللي عايشين بره مش هيعرفوا يربوا ولادهم. هو احنا بنغبطك يا دكتور لانك حققت هدفك في بظروفك المكانيه والزمنيه، يعني عايز تنفع الناس وحققت هذا الهدف وهدفك واضح منذ البدايه. يعني في ناس تانية عندها اهداف برضو يعني من المحظوظ، عايزين نقول نمسك الخشب بنقول حضرتك من المحظوظين. هو انت لو انت فكرتي فيها هتلاقي ان كلهم في الاخر بيوصلوا لايم واحد او فاينل تارجت او حاجه الناس كلها عاوزاها، انها عاوزه في الاخر تعيش راضيه. وعشان انت ترضي، لو انت راضي نفسك وقدام ربنا حاسس ان انت عملت اللي عليك والناس اللي حواليك بتدعي لك وحاسس ان انت في النهايه لو مت في اي وقت ربنا هيبقى مبسوط منك، انت في الوقت ده هتحس فعلا انك عملت حاجه. اذا انت تشعر بالرضا عن الوطن والسعاده في الوطن. طيب انا راضي عن يعني مش عايزه في فرق بين انك راضي عن هذا راضي او مجبر في هذا. طيب استاذه منيره يعني برضو يعني راضيه يعني واحنا راضيين طبعا بقضاء الله وكل حاجه، بس فكره ان في حاجه يعني الانسان بيسافر عشان يحصل حاجه مش موجوده يعني، والكمال لله وحده ومشروع طول الوقت السفر. يعني انا بالعكس انا سفري في كذا بلد انا حسيت ان مصر هي اجمل بلد في العالم. يعني حسيت ان هي يعني بصراحه فعلا يعني فيها انتوا ماسكين الدنيا من ناحيتين، يعني ماسكين السفر وماسكين البلد، فيعني انتوا يعني في ناس ثانيه لا طايلين وطن ولا طايلين هجره. راعوا مشاعر الناس برضه. الهجره صح؟ لا الهجره انت تسيبي بلدك وتنتقلي لبلد ثانيه. ما حدش هيسيب بلده. ما هي الهجره كده، ما هي الهجره مضطر. طب انا ما احاول انا اوجد الصعب اللي انا مش لاقيه ده، احاول اوجده في بلدي. ممكن يكون صعب في بدايته بس انا الاقيه مؤلم، ما هوش حاجه سهله، لكن انا ممكن الاقيه بس اتعب شويه. طب دكتور رامي، زمايلك في كليه الطب دلوقتي ممكن نبص لدفعتك مثلا تشوف هم ممكن يشوفوا السفر ازاي او الهجره ازاي؟ بلاش نتنهد بقى، خلينا نتفائل. زمايلي وحشوني واساتذتي طبعا هم فوق راسي، وعلى فكره اقل طالب هنا انا اقدره عن اشطر طالب هناك. الفرق بس ان ده اتحط له امكانيات بالظبط كده فبقى شاطر. يعني انا لما مثلا
اقول للاستاذ هنا في الكليه وانا في سنه اولى مثلا، انت يا ابني بتبص تحت الميكروسكوب بقالك ساعه يا ابني، ما خلاص ما هي محطوطه ومعروفه هتعرفها هتنجح. يا بيه ده انا عاوز اركز يا عم، كبر يا عم. لكن هناك لو قلت له لا والله ده انا عايز اكبر واشوف الخلايا، يقول لي يا راجل انت في حاجه في دماغك، طب تعالى. حتى لو بفكر كلام فاضي وهيقعد برضه يفضل ورايا كده لحد ما يطلع اي حاجه من دماغي. ويا سلام لو فعلا بقى في حاجه في دماغي مش هيسيبك وهيقعد معاك. يعني انا في فتره من الفترات كنت قاعد في جامعه تكساس في امريكا، وكان في مركز هناك بتاع ابحاث تحت اشراف المخابرات CIA، عشان الابحاث بتاعته ما تطلعش بسرعه، وعشان في حاجات معينه نبعتها وفي حاجات نخليها. لما دخلت المركز ده بعد بقى وقت طويل من التحريات ومش عارف ايه، لقيت كل اللي موجودين فيه من امبابه ومن طنطا ومن شبرا ومصريين. لقيت نفسك في وسط البلد فجاه. اهو يعني بياخدوا افكارنا بقى. يعني الفرق ان انت فكرتك هنا موجوده بس خليها على جنب، او اعملها ماجستير وحطها في فايل كده وانجح وخد امتياز وحطها في الدرج واتكل على الله بقى وريحنا. بالظبط ده هنا. لا بالظبط، لكن هناك ستطبق، ستجد من يطبقها. بالعكس فلو انت تقدر تطبق زي ما قالت بارو الزمنيه، لو انت تقدر تطبق فكرتك هنا حتى لو كان ده صعب. يعني مثلا اديك الفكره بتاعتي مثلا، يعني الفكره بتاعتي كانت بتقول، ولو انها يعني غريبه شويه، ان في ناس كتير قوي 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 وانت يمكن تسمع عنهم من قرايبك ومن صحابك ومن الناس اللي عايشين حواليكي، بيعملوا قسطره في القلب او بيعملوا عمليات في القلب. اي واحد دلوقتي يشتكي يا قلبي ان شاء الله يكون عنده نغزه كده من التكييف، قسطره على طول، وكتير جدا. ولكن لما كنا بره مثلا كان يقول لك لا ده انت لما تحب تعمل قسطره، القسطره دي تيجي الخطوه رقم 4 او رقم 5 بعد استنفاذ كل الوسائل العلاجيه، من كتر بقى ما بنشوف مشاكل وممكن القسطره تتسد والدعامه تتجلط وبعد كده يحصل له جلطه تاني ونعمل، يبقى انت لازم بقى العيان ده تعالجه بما يرضي الله وفي الاخر مش هيحتاج قسطره. لما جيت هنا لقيت كده، لقيت من كل 10 جايين يعملوا قسطره 10 هم جايين بايه تعملوا ايه بكره ان شاء الله يا دكتور كلنا رايحين اهو هنعمل قسطره. لما تعالجهم صح بما يرضي الله زي ما الكتاب بيقول ترجع 9 منهم وتبعت واحد بس القسطره. دكتور رامي دي فكره برضو المضاد الحيوي، اللي هو عنده برد ياخد مضاد حيوي، ما ياخدش ينسون مثلا، لو خد ينسون هيخف، بس عندنا بياخد مضاد حيوي عشان نخلص من الميكروب ومنه. طيب برضو فكره الحنين للوطن، استاذه منيره حضرتك فنانه تشكيليه، ودايما نقول للفنان يعني ازاي انعكس حبك للوطن وحنينك للوطن، وحضرتك طبعا راضيه عن الوطن ومش عايزه تسيب الوطن. لا خالص. طيب فكره الحنين للوطن شايفاها ازاي برضو؟ عملتيها في اعمال فنيه؟ انا كل ما كان اللي كان بيحصل ان انا كل ما كنت بشتاق لمصر كنت بعبر عن الشيء ده بلوحه، كنت ارسم لوحه، كنت ما كل ما اتعرض اشوف موقف قدامي في البلد اللي كنت فيها كنت بعبر عنه بلوحه، كل موقف اللي كان بلوحه. فبالعكس الغربه والحنين للوطن الحل الوحيد ان انت لازم تلاقي له حاجه تطلعي فيها الاحساس ده. فهو كان بالنسبه لي الرسم هو ده الحاجه الوحيده اللي كانت تطلع الاحساس بالغربه وتقضي عليه، ان انا بدل ما افضل قاعده ومكتئبه واعتكف وما الاقيش حاجه اعملها، فهو الرسم كان يطلع كل الموهبه دي. فبالعكس انا عندي موهبتي انا طلعت اكتر. يعني انا في الكليه كان انا قسمي اصلا قسم ضاعف منسوجات، يعني كتصميم كمصممه في كديزاين يعني، لكن الرسم كرسم زيت او كده ده مش تخصصي خالص. لكن انا اللي طلع لي اصلا الموهبه دي هي الغربه، درس السفر. درس السفر فني انا جات لي وقت متألمه من انا قاعده ومش قادره اوصل لحاجه. السفر مفيد ازاي؟ مفيد بقى لما انت لو كنت قاعده في مصر ما كنتيش هترسمي. بالظبط كده. طيب انا ما كنتش هكتشف موهبتي دي وانا قاعده في مصر. وحاجه على فكره مفيده في السفر لو حضرتك بتتكلمي عن الموضوع ده، انك انت في السفر ما بيبقاش بالذات في الدول الاجنبيه، في الدول العربيه لو واحد سافر السعوديه مش هيحس قوي يعني، هيحس انه غريب، بس على الاقل بيتكلم اللغه العربيه بتاعته بتتفهم. لكن لما تروحي البلد ولاول يوم في حياتك تلاقي ان انت لازم تتكلمي لغه تانية ولازم تتقنيها، واللغه بتاعتك دي ما تنفعش، هتفضلي 7 ايام كده في صدمه. واساسا غير كده كمان الناس مش عاوزين يساعدوكي. معظم الدول الغربيه ومعظم الناس اللي دولة الدول الغربيه هي ليست فيها الحنين. يعني ما ينفعش تقول للعسكري في المطار هات لي والنبي بقه ما يقول لك خد، لا انسى، كل سنه وانت طيب. مش شغلته، هو الراجل بيأدي وظيفه. ميه مش هيديك. ايوه برضه ما هو فكره صحيه يا دكتور، يقول لك هزيك من الازازه بتاعتي. يا سلام بلاش لما تيجي واحده عجوزه مثلا هتركب اتوبيس وفاضل على التذكره شيلن، لا ابدا انزلي في المطر ان شاء الله تموت. اصل فكره برضو يعني عارف في يا سلام طب انا تدفع، لا قال لي بتدفع ليه انت مالك بيها؟ لا هل رفض ممكن يوافق ان هيوافق انك يعني طالما دافع فلوس اركب زي ما انت عايز، او يعني لو ابنها شافها مش هيدفع لها في الاتوبيس.
كويس. لا اله الا خلاص الله. بقى شفت ازاي من الاخر كده. بس اعتقد ان في خبرات اخرى مختلفه دكتور رامي، يعني في يمكن انت شفت دي في حادثه، في حوادث فرديه كتير، لكن الاطار العام ده برضو ما احنا الصوره العامه دي فكره برضو محتاجه تفاصيل. هو كثير من الناس بتبص للاجانب كالاجانب اللي بيجوا لنا مصر. السايح لما يجي لك اقول لك على حاجه، ما هو انا برضو لو جاي قاعد معاكي في بيت حضرتك بفطر عندك مثلا في رمضان، اكيد هبقى طيب ومحترم، فهم برضو عشان جايين لنا ضيوف. والاجانب اللي في MBC 2 والفي الافلام الاجنبيه والنايل تي في مش هم دول الاجانب الحقيقيين. تعالوا روح عندهم كل واحد بقى حاجته بتاعته وماليش دعوه، وما فيش كلمه كان اي هيلب يو دي اللي هي بعد اذنك ساعدني ابدا. انا لو قعدت احكي لك من هنا السنه الجايه ما حدش يشيل لك شنطه لو هتموت، ما حدش يساعدك في حاجه، ما حدش يديك جنيه. اذا كان امه مش هيدفع لها هيديني انا؟ صعب جدا. يعني تحسي كده عنصريه. انت رحت فين رحت في يعني مثلا رحت انجلترا؟ يعني رحت انجلترا، رحت لندن نفسها، ورحت اوكسفورد، ورحت شمال انجلترا في اسكتلندا. ايوه حضرتك رحت اسكتلندا. الانجليز بيتريقوا على بخل الاسكتلنديين، واكيد اسكتلندا التجربه دي فيها صح؟ مثلا وتروحي تلاقي مثلا انت متعوده هنا تتعشي ب 10 جنيه، تروحي هناك تلاقي السمكه ب 200 جنيه مثلا ومعاها خصايه هديه، يعني تاكلي بقى ب 3 4000 وتسكني في شقه قد كده بكام الف وتقولي ما انا كنت حلوه. اصل الحياه مش كلها علم، انا هروح اتعلم طب وابقى دكتور بس لا عارف اذاكر ولا عارف اعيش ولا عارف اصوم ولا عارف اصلي ولا عارف اتمشى مع اصحابي، مفيش حياه اجتماعيه، مفيش ايوه استاذه منيره. طيب تحقيق الهدف، يعني الانسان برضو لما يبقى عنده هدف بيشوف السفر بشكل مختلف. بالظبط كده. حضرتك يعني لو عايزك تكلمي اكتر على فكره السفر، انت دلوقتي لو عندك هدف هتسافري ليه؟ انا مسافره عشان خاطر احقق هدف معين، انا وبعدين هرجع تاني صح. لكن في ناس بتسافر لا انا مش عايزه ارجع، انا ارجع مصر ليه؟ انا مش عايزه ارجع حتى لو ما حققش حاجه، حتى لو ما حققش حاجه، انا عايشه، انا مرتاحه عايشه. هدف مختلف عن لا هو هدفها ان انا اعيش مرتاحه، انا عايشه اليوم بيوم، في فلوس اكتر كمان، انا عايشه فلوس اكتر ومرتاحه بالظبط كده. بس في الاخر هيلاقي نفسه بيموت هناك ومش عارف هو ما عملش اي حاجه وزعلان قوي بقى انه مش عارف يدفن هنا. وهو نفسه انا كان يقابلني استاذ كده يقول لي بص يا ابني شوف انا بقبض كام الف، استاذ بقى كبير، كام الف دولار، 300,000 دولار في الشهر، يعني بتاع مليون وشويه، بس مش مبسوط. الواد مش محترمني، ابني بيقول لي ده انت مجرد اب، لو شتمتني ده فيربال ابيوز هجيب لك البوليس واحبسك. وفعلا ضربه مره بالقلم واتحبس فيها 6 شهور. ايه ده راجل استاذ في الجامعه. عشان طب ما انت بعد كده هتخاف من ابنك ده، لو جاب لك اي حاجه في البيت، لو جاب لك واحده ودخل هتقول له اتفضل يا ابني اللي انت عايزه. يعني فكره الضرب، يعني فكره التربيه والضرب دي فكره جدليه بين الشرق والغرب يعني كبيره جدا يعني. وفيها تجاوزات ويسجنك كمان. لا برضه ده كلام. لا ما فيش يعني ضرب بالظبط. هو انت مش هتضرب ابنك لانك لو ضربته هتتعاقب. بالظبط كده. بس بقى سيبه يعيش حياته بقى، لكن لو عايز تأدبه مش هتعرف تأدبه. فانت في الاخر هتلاقي ابنك بقى مش تحت طوعك، مش اللي هو هيجي يبوس ايدك. زي ما قلت لك كنا في المستشفى وتيجي واحده ست عندها 60 سنه يا اولادها في الفايل كده ليها اسامي وتليفونات، تعالوا امكم عايزه تعمل عمليه مين هيراعي؟ يقول لك يا عم تشوف لها ممرضه، اما تموت بقى نيجي ناخد الفلوس. مش في دماغنا، ما هو كل واحد انفصل من عندي 16 سنه، خلاص بقى امي دي عندها 60 سنه الله اعلم شكلها فين، بقول لي بس عايشه فين وبتعالى بس مفيش. عشان كده كنت اكلم بقى الامهات هناك، يا ده انا بكلم امي ويقولوا لي يا ده انت حنين قوي، هو انتوا عندكم كده؟ اقول لهم يا ومش عارف، ويقعدوا بقى طب ازاي؟ الحمد لله. غريبه والله، يعني ناس حسسوني قالوا لي احنا لو في الجو ده ما نجيش هنا الا زائرين، او تحقق هدف زي ما بتقول كده وترجع تاني. هو عادة برضو فكرة السفر برضو أستاذة منيرة، المعارض انت حضرتك سافرتي دول عربية، الدول العربية يعني ما حسيتيش بالحنين يعني الجارف قوي، لغة مختلفة او مجتمع مختلف؟ انا بالنسبة لي انا لا شايفاه ان الاوروبيين في تعاملاتهم ما بيبقاش، انا اتعاملت مع اوروبيين وتعاملت مع العرب بالعكس. الاوروبيين في الاغلبية اللي انا اتعاملت معاهم ما عندهمش حته يعني الماديات، انت في بلدي وتقبض من بلدي، انا بديك كده، ما عندهمش الحته دي. لكن العرب لا، العرب ده اساس عندهم، في نسبه كبيره جدا يعني في بلاد اللي انا رحتها، في بلاد بالعكس بيعاملوا المغتربين وبعد الثوره كمان بيحبونا دلوقتي. في بلاد بيعاملوا المصريين فعلا بحب وما بيحسسوكيش بغربه وانت قاعده في البلد. لكن في بلاد تانية لا، بيبقى في قسوه في التعامل، في طريقه كلام مش ظريفه بتحصل، في كلمات مش كويسه، والمصريين اخص كمان، يعني في هجوم على المصريين اخص اكتر، عنصريه عربيه تجاه العرب، تجاه المصريين غير المصريين. في الفتره الاخيره في مشاكل عشان المصريين بيرخموا على بعض بره
هم منهم فيه. هي فعلا دي كل واحد بيدي في التاني اي مصيبه عشان يرجعوا بلده. كفايه ان هو انت تقولي شوفوا انتوا مع بعضيكم بتعملوا ايه. طيب هي دي الاكتر. لكن هو لو منه ليك، انا لما كنت في الحج السنه اللي فاتت ربنا كرمني برضو كده، كانوا كويسين جدا. دكتور رامي اسماعيل، مش انت بتطلع في التلفزيون مش عارف في القناه دي، تعالى ومش عارف ايه، ونروح ونقعد ونتمشى ونتفسح ونشوف مع بعض، ونروح نطوف مع بعض، ونروح مش ويوصلك وياخدك وبتاع، حاجه كويسه جدا. ورحت برضو دوله عربيه، اظن اول مره سافرت في حياتي كان سوريا. حلو قوي، تتكلم مصري بس يا مش انت بتاع التمثيليات وعادل امام وفرحانين جدا. وفي الدول الاجنبيه برضو لما بتسافر وبتحسسهم ان انت اجنبي، بس في النهايه اللي عايز اقوله لحضرتك انك ما ينفعش تعيش وتموت هناك. ان كنت هتروح روح زائر، يعني لا تعلم نفس باي ارض تموت. يعني ما احنا يعني الاستسلام ان انا اعيش في بلد واستسلم ليها خاصه وانا عايشه فيها دي كده من غير اي هدف، ده احساس مميت. انت على فكره انا في الكثير من اللقاءات التلفزيونيه كنت زمان قبل ما اسافر كنت احب اتكلم انجليزي، واقعد اقول كام لفظ انجليزي عشان يبان ان انا دكتور بقى، واد بقى جامد. لما في احد المرات وانا في انجلترا كنت بصلي، فالراجل بقى قاعد صوته جميل كده، قلت يا ده اكيد من مصر ده، شوف الصوت والجمال ده، حاجه بقى عبد الباسط. فبسلم عليه لقيته مش فاهم عربي، بيقول لي انا مش فاهم عربي، I don't understand what you're saying. قلت له ازاي ما الحافظ؟ قال لي لا انا حافظه كده بس، لسه بقى هتعلم عربي عشان افهمه. بقى لي 23 سنه بحفظ فيه وحافظه صم كده زي ما هو. امال انت ايه لغتك؟ قلت له لغتي الاساسي عربي. قال لي يبقى حافظه بقى. قلت له لا مش حافظه. امال انتوا بتعملوا ايه بالعربي؟ قلت له بنعمل افلام وبنعمل اغاني قال لي يا لهوي، طب ده انا لغتي الاصل العرب، كنت عملت بيها حاجات تانية. لو يا ريتني كنت اقدر اعيش في بلد زيك، اقدر احس فيها ان كله بيكلمني، وشوف الناس اللي بيجوا لنا الازهر وبيقول لي يا ريت تعالى بس ولو زين، انا بجمع فلوسي عشان التذكره عشان اجي اعيش في مكان احس فيه ان انا اقدر ابقى قريب لربنا. تسمع الاذان وانت ماشي. النهارده انا كنت بفطر جنب الحسين، تشوف الجو العام وتعالى اتفضل افطر وبتاع، مفيش الجو ده. فلو جه عليك العيد الصغير هناك هتلاقيه يوم شغل عادي مش اجازه، هتروح تصلي العيد كده لو حد فكرك ان بكره 30 رمضان وترجع تاني. ايه حكايه ان المصريين بيشيلوا مصر معاهم يا استاذه منيره؟ يعني الدكتور رامي رايح انجلترا ويعني وسامع عبد الباسط واخد مصر معاه. نفسه انت متعوده في مصر وانت من صغرك تعيشي حاجات مواقف معينه، في رمضان متعوده تعملي حاجات معينه مع اهلك مع اسرتك، في العيد متعوده تعملي حاجات معينه مع اسرتك، عادات معينه متعودين عليها. لما بتسافري اي بلد سواء اوروبيه او عربيه، طبعا في اوروبيه هتبقى اكتر، حتى العربيه ما عندهمش هم في اعياد احنا متعودين عليها، هم ما عندهمش الاعياد دي. يعني لا بقى الهالوين والسانكس بالظبط حاجات هم بيعملوها غريبه. يعني هم بيفرحوا، هم بيفرحوا باعيادهم واحنا بنفرح. يعني انا قاعده في بيتي مره وهناك وانا في قطر، الباب بيخبط، مجموعه بنات عندهم 15 سنه خبطوا على الباب، هابي بيرث داي، عاملين حاجات غريبه في الشغل، لابسين لبس غريب، يلا بقى يلا يعني احتفال كده. طبعا انا مش متعوده على الحاجات دي في بلدي، ان حد يخبط عليا ويعملوا لي مواقف معينه. فكل بلد ليها عادات مختلفه. كان زمان رمضان الناس بتخبط على البيوت، وحوي يا وحوي هاتوا الحلوله دي حلويات وزي الهالوين في ارياف مصر. يمكن الكلام ده مش موجود في روكسي ومصر. ده احنا احتفالاتنا انقرضت، الغرب بيحتفل بالاعياد التقليديه بشكل اكتر. ظنا منا ان دي حاجه مدنيه اكتر. لا دي حاجه اصيله جوه. طيب احنا موجوده هنا مش موجود في اي بلد ثانيه. يعني انا يعني في حاجات كتير موجوده في مصر الواحد بيتحرم منها لو هو مسافر بره. هو في يعني منحه كبيره ان نرى مميزات المكان اللي احنا فيه ونستمتع بيها. احنا عايزين نختم برضو بمقوله للشاعر محمود درويش: ليس هناك سوى هنا. دكتور رامي، يعني هل تختلف لندن العمليه؟ بس عايزين نتكلم بقى كلام بقى في المهن بقى في الطب. كلام في الطب، بقول لك كلام في الطب. طيب عشان بقى نقول الصح بقى. أيوة. اولا قلنا ان معظم الناس اللي شغالين هناك كتير منهم مش كلهم مصريين وعرب، يعني معنى كده ان الايدي العامله كويسه. امال ايه يا فندم بقى ايه المشكله؟ المشكله في الامكانيات، في الفلوس الاكتر. يعني الممرضه هناك يدوها 1000 يورو في الليله عشان تراعي عيان واحد، هنا يدوها 70 جنيه عشان تراعي 17 عيان. لو وسطها ابوهم مش هتراعيه، صح؟ عشان فلوس قليله وعيانين كتير بالهبل. وما تقدرش كمان تديله دواء غلط ولا صح، لا ما عليهاش صلاحيات. هناك لا ليها صلاحيات وفي واحد بيشجعها وفي امكانيات كويسه. لكن لو انت حسست نفسك انك ممكن تعيش بالسيستم ده، انا ان شاء الله ناوي اعامل الناس كويس، واعامل الممرضه كويس، واعامل الدكتور كويس، واعامل الناس اللي بتشتغل معايا كويس، واعامل المريض زي ما عملته هناك. دي لو قلت لي اكتر حاجه استفدتها بره ايه، هقول لك ليس العلم. هنا العيان اللي بيقول بيقول وهناك بيقول وهنا بيدوا له اسبرين وهنا بيدوا له اسبرين. الطريق نفسه مختلف. طريقتين، اول حاجه طريقه معامله المريض او طريقه معامله الانسان، انك تعامله كويس وباحترام وبادميه. وتاني حاجه انك تتقي عملك في شغلك
وده كمان موجود عندنا. طب ما نتقي عملنا في شغلنا عشان نبقى كويسين، ودي حاجه كويسه. انا مثلا يعني انا مثلا طب ما انا ممكن اعمل قسطره لكل عيان واخد من كل واحد 5 ولا 10,000. طب ليه؟ طب ما انا ممكن اديله علاج ب 100 جنيه ويخف عليه. لا انا اعمل كده، جالي مثلا 1000 عيان هيعملوا قسطره، بعت منهم 2 بس و900. طيب حضرتك بتشير للصبر، المصريين معروفين بالصبر، يعني الانجليز واضح ان صبرهم اطول شويه، يعني احنا خلاص صبرنا فرغ وبنلجا الى الوسائل الاسرع اكتر من العالم اللي بنصفه او الغرب اللي بنصفه بانه تيك اواي. واحنا ثقافه الاصاله والعراقه، يعني اللغه فيها فيها خدعه كبيره شويه. يوجعني قسطره على طول، لا ممكن تمشي بالعلاج وممكن استاذه منيره الفكره بتاعت الإقامة، يعني خلاص أنا هقيم في مصر. طب الحنين بقى للسفر، يعني الواحد ما شكله زي إيه بقى؟ الحنين للسفر بيجي نتيجة بس عايزه اروح اتفسح وارجع، لكن اكتر من كده لا. يعني انا اروح اشوف اتفسح، اروح اسبوع شهر بكتير قوي وارجع تاني استقر في مصر. لكن انا لكذا سبب، لاولادي نفسهم، عشان خاطر ان انا اخليهم يطلعوا بره ويتربوا بره ويطلعوا ويبعدوا عن اهاليهم واللي هم المفروض يتربوا في وسطهم ويحسوا بغربه هم، ونشأتهم نفسها تطلع في عادات وتقاليد مش زي بتاعتنا. طب اولادك استاذه منيره اتربوا بره طول الوقت؟ لا هم يعني اولادي كبيره 10 سنين، بنتي 10 سنين. هي طبعا حاسه باختلاف كبير جدا لما رجعت مصر، عندها فرحه واشتياق انها تروح هنا وهنا وهنا. طب ده بيعمل ايه؟ يعني سمعت المسحراتي هو ده بيعمل كده ليه؟ ده بيجي يصحينا فولكلور بقى وكده وبيطبل في الشارع وحاجه لطيفه وكده. فدي عادات كتير جدا هي غايبه. طب ده ليه وده ليه؟ تسال. فطبعا ده انا لو كنت استمريت في الغربه اكتر من كده ده النتيجه. هو على فكره يعني فكره وجود هدف في الحياه هو اللي بيحكم الحياه، والانسان يعني قدر الانسان ان يسعى، يعني وما سيجده في الوطن او خارج الوطن قدره سيجده في اي مكان. في ختام هذه الحلقه مشاهدينا الكرام اشكر ضيوفي الاستاذه منيره اسماعيل الفنانه التشكيليه، شكرا لحضرتك، والدكتور رامي اسماعيل زميل ابحاث القلب في جامعه اوكسفورد، شكرا لحضرتك. وانا عامل موقع على النت، تدخلي على جوجل او على النت اكتبي دكتور رامي اسماعيل عشان لو حد حب يتواصل في حته السفر من زمايلي او حتى بدي نصايح طبيه كمان للمرضى. فكره التحقق، لان احنا عندنا شباب كتيره جدا دخلوا طب جابوا في 101% ومش عارفين ياخدوا زماله برضو او مش يعني عندهم صعوبات كثيره جدا. ف يعني الهدف، تحقيق الهدف هيخلي الانسان ان شاء الله، والسعي واراده الله طبعا عشان موقف حضرتك طبعا. بس هو ربنا يعني اللي بيسهل السعي ده، هو ربنا اللي بيديك الاسباب اللي بتعملها، ففي الاخر هتلاقي كله يعني سبب هو ربنا اللي حاطه، فهتلاقي كله من عند ربنا ونعم بالله. بس الحمد لله. ومشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقه نشكركم، والى اللقاء غدا وزي القمر وفريق عمل اخر.